بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض تاني درس من مادة الجغرافيا، درسنا بعنوان تضاريس العالم. طيب يعني إيه كلمة تضاريس؟ تضاريس يعني أهم الجبال والهضاب والسهول اللي بتكون موجودة في العالم، وطبعا بتختلف في امتدادها ومساحتها وارتفاعها، بتختلف من قارة إلى أخرى. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على أهم التضاريس اللي بتكون موجودة في كل قارة من قارات العالم. طبعا احنا عارفين أهم قارات العالم، عندنا قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أفريقيا، دي بتعتبر قارات العالم القديم. وقارات العالم الجديد عندنا قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية، قارة أستراليا المعروفة باسم القارة الأوقيانوسية، وعندنا القارة القطبية الجنوبية قارة انتاركتيكا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن قارة آسيا وأهم التضاريس اللي موجودة فيها. طيب قارة آسيا لو بصينا فيها هنشوف أهم الجبال اللي بتكون موجودة في قارة آسيا. لو بصينا في غرب القارة، هنا هنلاقي عند البحر المتوسط كده، هنلاقي هنا جبال طوروس اللي بتكون موجودة في غرب القارة. جبال طوروس موجودة في دولة تركيا، يبقى جبال طوروس موجودة في دولة تركيا. عندنا في غرب القارة أيضا موجود جبال زاجروس اللي بتكون موجودة في دولة العراق وإيران. يبقى في غرب قارة آسيا هنلاقي بتظهر سلاسل جبلية ضخمة زي جبال طوروس اللي بتكون موجودة في تركيا، وجبال زاجروس اللي بتكون موجودة في العراق وإيران. طيب لو بصينا في وسط القارة هنلاقي جبال الهيمالايا دي بتكون أعلى جبال في العالم. جبال الهيمالايا بتكون أعلى جبال في العالم، وبيكون بها أعلى قمة في العالم اللي هي قمة إيفرست، اللي بيكون ارتفاعها أكتر من 8848 متر، وبتكون أعلى قمة جبلية في العالم. يبقى في وسط قارة آسيا هنلاقي بيوجد أعلى جبال في العالم اللي هي جبال الهيمالايا، اللي بتكون بيها قمة إيفرست اللي بتكون ارتفاعها أكتر من 8848 متر، بتكون أعلى قمة جبلية في العالم. طيب لو جينا إلى شرق القارة هنلاقي في شرق القارة بيوجد جبال اليابان. تاني يبقى قارة آسيا أهم الجبال اللي بتكون موجودة في قارة آسيا. في غرب القارة هنلاقي جبال طوروس اللي موجودة في دولة تركيا. هنلاقي جبال زاجروس اللي موجودة في دولة العراق وإيران. في وسط القارة هنلاقي أعلى جبال في العالم اللي هي جبال الهيمالايا، اللي بيكون بها قمة إيفرست اللي بتكون أعلى قمة جبلية في العالم، اللي بيبلغ ارتفاعها أكتر من 8848 متر. طيب في شرق القارة هنلاقي جبال اليابان اللي بتكون موجودة على بحر اليابان. يبقى هنا جبال اليابان ده في شرق القارة. طيب يبقى ده بالنسبة لأهم الجبال اللي موجودة في قارة آسيا. طيب لو اتكلمنا عن أهم الهضاب اللي موجودة في قارة آسيا، هنلاقي في وسط القارة هنلاقي هضاب بتتشابك مع بعضها، اللي هي بتعرف بهضبة التبت اللي بتكون أعلى هضاب العالم. يبقى هضبة التبت بتكون أعلى هضاب العالم، وبتعرف أيضا بسقف العالم لأنها بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. يبقى لما يجي يقول لك هضبة التبت اللي بتعرف بسقف العالم، أو بما تفسر تعرف هضبة التبت بسقف العالم، هنقول بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. يبقى دلوقتي قارة آسيا موجود بها أعلى جبال في العالم اللي هي جبال الهيمالايا، وموجود فيها أعلى هضاب في العالم اللي هي هضبة التبت. طيب لو بصينا في جنوب قارة آسيا هنلاقي موجود هضبة الدكن اللي بتكون موجودة في وسط دولة الهند، يبقى هضبة الدكن. طيب في جنوب غرب القارة، يعني في جنوب القارة ولكن في جهة الغرب، هنلاقي موجود هضبة شبه الجزيرة العربية. يبقى أهم الهضاب اللي موجودة في قارة آسيا تاني في وسط القارة هضبة التبت اللي بتعرف بسقف العالم. ليه؟ بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. طيب في جنوب القارة موجود هضبة الدكن اللي بتقع في وسط الهند. في جنوب غرب القارة موجود هضبة شبه الجزيرة العربية. طيب ده بالنسبة للهضاب. طيب لو اتكلمنا عن أهم السهول اللي موجودة في قارة آسيا،
احنا عارفين ان انواع السهول، سهول ساحلية دي طبعا اللي بتطل على او بتكون على سواحل المحيطات والبحار، والسهول فيضية اللي بتكون على سواحل الأنهار، والسهول الصحراوية اللي بتقع في الصحراء. طيب قارة آسيا بتحتوي على سهول ساحلية وسهول فيضية. طيب السهول الساحلية اللي موجودة في قارة آسيا هنلاقيها اللي بتكون على طول سواحل المحيطات، المحيط القطبي الشمالي والمحيط الهادي والمحيط الهندي، وكمان البحار اللي موجودة أو بتحيط بقارة آسيا زي طبعا بحر اليابان، البحر العربي، كل هذه البحار بتحيط بقارة آسيا. وكمان البحار الموجودة داخل القارة نفسها زي بحر قزوين، دي طبعا كلها بتعتبر سهول ساحلية. يبقى السهول الساحلية اللي بتكون موجودة في قارة آسيا. تاني السهول اللي بتكون على طول سواحل المحيطات زي المحيط القطبي الشمالي، المحيط الهادي، المحيط الهندي. أيضا اللي بتكون على طول البحار اللي بتحيط بقارة آسيا زي بحر اليابان، البحر العربي، والبحار الداخلية زي بحر قزوين. يبقى دي بالنسبة للسهول الساحلية. طيب السهول الفيضية زي سهول سيبيريا. طبعا السهول الساحلية زي احنا قلنا السهول الساحلية زي اللي هي بتجري فيها الأنهار. يبقى سهول فيضية زي سهول سيبيريا، وهي طبعا بتكون سهول واسعة بتجري فيها أنهار، نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا. يبقى السهول سيبيريا اللي بيجري فيها أنهار، نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا. وهذه الأنهار بتنبع من الجنوب. يبقى الأنهار دي بتنبع من الجنوب وبتصب في الشمال في المحيط القطبي الشمالي. وهذه الأنهار بتتجمد في فصل الشتاء، لذلك بتفقد أهميتها الاقتصادية. يبقى الأنهار اللي بتجري في سهول سيبيريا نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا، وهذه الأنهار بتتجمد في فصل الشتاء، عشان كده بتفقد أهميتها الاقتصادية. كمان عندنا سهول منشوريا. سهول منشوريا دي طبعا من السهول الفيضية. كمان في سهول نهر سهول شرق الصين، سهول شرق الصين اللي بتجري فيها عدة أنهار، أهمها نهر اليانجيتسي. نهر اليانجيتسي أهو. يبقى سهول شرق الصين اللي بتجري فيها أنهار، من أهمها نهر اليانجيتسي. كمان عندنا سهول نهري دجلة والفرات. عندنا سهول نهري نهر دجلة والفرات، نهر دجلة هنا ونهر الفرات اللي طبعا موجودين في العراق، اللي بيصبوا الاتنين في الخليج العربي. يبقى نهر دجلة ونهر الفرات اللي هما الاتنين بيصبوا في الخليج العربي. كمان عندنا سهول نهر السند. سهول نهر السند اللي بتصب في البحر العربي، بيصبوا في البحر العربي ومنه إلى المحيط الهندي. خلاص، يبقى تاني أهم السهول اللي بتكون موجودة في قارة آسيا، في عندنا سهول ساحلية وسهول فيضية. السهول الساحلية اللي بتكون على طول سواحل المحيطات، المحيط القطبي الشمالي والمحيط الهادي والمحيط الهندي. وكمان بتكون على طول البحار اللي بتحيط بقارة آسيا، وبتكون داخل القارة زي البحار الموجودة داخل القارة زي بحر قزوين، بحر قزوين. طيب السهول الفيضية عندنا منها سهول سيبيريا اللي بتجري فيها أنهار، نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا، وهذه الأنهار بتنبع من الجنوب وبتصب في الشمال في المحيط القطبي الشمالي، وبتتجمد في فصل الشتاء، عشان كده زي ما قلنا بتفقد أهميتها الاقتصادية. كمان عندنا سهول منشوريا، سهول منشوريا، وعندنا سهول شرق الصين اللي بتجري فيها عدة أنهار، منها نهر اليانجيتسي، نهر اليانجيتسي. كمان عندنا سهول نهري دجلة نهري دجلة والفرات اللي بيصبوا في الخليج العربي، في الخليج العربي. وعندنا سهول نهر السند اللي بتصب في البحر العربي ومنه إلى المحيط الهندي.
يبقى دي أهم الجبال والهضاب والسهول اللي موجودة في قارة آسيا. طيب بعد كده هنتكلم على قارة أفريقيا. قارة أفريقيا عندنا أهم الجبال اللي بتكون موجودة في قارة أفريقيا. هنبص في أقصى شمال غرب القارة، أقصى شمال غرب القارة هنلاقي موجود جبال أطلس، بتكون سلاسل جبلية بتحصر بينها هضبة الشطوط. يبقى جبال أطلس موجودة في أقصى شمال غرب القارة، في أقصى الشمال من جهة الغرب. جبال أطلس اللي بتحصر بينها هضبة الشطوط، هضبة الشطوط. طيب عندنا كمان في شمال شرق القارة، شمال شرق القارة هنا جبال البحر الأحمر، جبال البحر الأحمر اللي بتكون موجودة في مصر والسودان ودولة إريتريا. يبقى عندنا في شرق قارة أفريقيا عندنا في أقصى شمال شرق قارة أفريقيا هنلاقي جبال البحر الأحمر اللي بتكون موجودة في دولة مصر والسودان ودولة إريتريا. طيب في شرق القارة أيضا هنلاقي جبل كينيا وجبل كليمنجارو، جبل كينيا وجبل كليمنجارو. يبقى عندنا جبل كينيا هنا وجبل كليمنجارو. في أقصى جنوب شرق القارة، في أقصى جنوب شرق القارة هنلاقي هنا جبال دراكنزبرج، جبال دراكنزبرج. يبقى دي أهم الجبال اللي بتكون موجودة في قارة أفريقيا. تاني أهم الجبال اللي موجودة في قارة أفريقيا هنلاقي في أقصى شمال غرب القارة، في أقصى شمال غرب القارة هنا جبال أطلس، جبال أطلس في أقصى شمال غرب القارة، جبال أطلس اللي بتحصر بينها هضبة الشطوط. لو بصينا في شمال شرق القارة هنلاقي جبال البحر الأحمر اللي بتكون موجودة في مصر والسودان ودولة إريتريا. في شرق القارة أيضا جبل كينيا وجبل كليمنجارو. في أقصى جنوب شرق القارة هنلاقي جبال دراكنزبرج، جبال دراكنزبرج. يبقى دي في أهم الجبال الموجودة في قارة أفريقيا. طيب لو اتكلمنا عن أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أفريقيا هنلاقي إن قارة أفريقيا بيسود فيها المظهر الهضبي. يعني شكل القارة بتشمل على مظهرها بيكون مظهر هضبي. ليه؟ لأن بتشغل الهضاب مساحات واسعة منها. طيب لو بصينا في شمال القارة هنلاقي موجود هضاب الصحراء الكبرى. في شمال القارة هضاب الصحراء الكبرى اللي بيكون منها هضبتي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية اللي بتكون موجودين في مصر. يبقى في شمال القارة هضاب الصحراء الكبرى اللي منها هضبتي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية اللي بتكون موجودة في مصر. في وسط القارة هنلاقي موجود هضبة البحيرات الاستوائية. في وسط القارة هضبة البحيرات الاستوائية، هضبة البحيرات الاستوائية. وفي شرق القارة هنلاقي هضبة الحبشة. في شرق القارة هنلاقي هضبة الحبشة اللي هي هضبة إثيوبيا، هضبة إثيوبيا. هنلاقي بقى إن هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة إثيوبيا هما الاتنين بتنبع منهما روافد نهر النيل. يبقى هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة إثيوبيا هما الاتنين بينبعوا منهم روافد نهر النيل. طيب في جنوب القارة هنلاقي هضبة جنوب أفريقيا اللي بيجري فيها نهر أورنج وليمبوبو، نهر أورنج أهو، نهر أورنج ونهر ليمبوبو اللي بيجروا في هضبة جنوب أفريقيا. يبقى تاني أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أفريقيا في شمال القارة زي ما قلنا هضبة الصحراء الكبرى اللي بيكون منها هضبتي الصحراء الشرقية والغربية اللي موجودين في مصر. وفي وسط القارة هنلاقي هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة إثيوبيا اللي بينبع منهما روافد نهر النيل. كمان في جنوب القارة هنلاقي هضبة جنوب أفريقيا اللي بيجري فيها نهر أورنج، نهر أورنج ونهر ليمبوبو. طيب أهم السهول اللي موجودة في قارة أفريقيا هنلاقي عندنا سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول صحراوية رملية. السهول الساحلية هنلاقيها بتمتد على طول سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر. يبقى البحر المتوسط والبحر الأحمر دي كلها طبعا سهول ساحلية. وكمان السهول اللي بتمتد على طول المحيطين الأطلنطي
المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي. دي كلها طبعا سهول ساحلية، وبتتميز بالضيق بصفة عامة. طب ليه بتتميز بالضيق؟ بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل. يبقى ليه ما يجي يقولك بما تفسر تتميز السهول الساحلية في قارة أفريقيا بالضيق، هنقول بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل، ولكنها بتتسع عند مصبات الأنهار. طيب السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أفريقيا هنلاقيها بتتميز بجودة التربة وصلاحيتها للزراعة. من أمثلة هذه السهول هنلاقي سهول نهر النيل اللي بتصب في البحر المتوسط، وبتكون موجودة زي ما قلنا في مصر والسودان جمهورية جنوب السودان. طيب عندنا سهول حوض نهر النيجر. عندنا سهول حوض نهر النيجر اللي بيصب في خليج غينيا. يبقى نهر النيجر اللي بيصب في خليج غينيا. عندنا كمان سهول حوض نهر الكونغو اللي بيصب في المحيط الأطلنطي. طيب يعني ايه حوض النهر؟ يعني لما نيجي نقول مثلا سهول حوض نهر النيل، سهول حوض نهر النيجر، سهول حوض نهر الكونغو. حوض النهر المقصود بيها يعني الأرض اللي بيجري فيها النهر أو أحد روافده أو تنحدر مياهه إليه. يبقى المقصود بحوض النهر يعني الأرض اللي بيجري فيها النهر، يعني نهر النيل الأرض اللي بيجري فيها النهر. نهر حوض نهر النيجر يعني الأرض اللي بيجري فيها النهر أو أحد روافده أو تنحدر مياهه إليه. ده المقصود بحوض النهر. طيب كمان عندنا سهول صحراوية. السهول اللي بتنتشر في الصحراء الكبرى. طبعا دي بتكون سهول متسعة زي السهل اللي بيمتد من أو بيمتد بين مصر وليبيا، اللي بيعرف هذا السهل في ليبيا بيعرف بسهل كلينشو، وبيعرف في مصر ببحر الرمال العظيم. يبقى عندنا سهول الصحراء الكبرى اللي بتكون سهول متسعة وبتمتد بين مصر وليبيا. بتمتد هذه السهول بين مصر وليبيا، بتعرف في ليبيا بسهل كلينشو، وبتعرف في مصر ببحر الرمال العظيم. طيب كمان عندنا سهول صحراء كالهاري في جنوب القارة. يبقى سهول صحراء كالهاري اللي بتكون موجودة في جنوب القارة. يبقى ده بالنسبة لأهم الجبال والهضاب والسهول اللي موجودة في قارة. طيب هندخل على قارة أوروبا، هنتكلم عن أهم التضاريس اللي موجودة في قارة أوروبا، هنتكلم عن أهم الجبال والهضاب والسهول اللي موجودة في قارة أوروبا. طيب لو بصينا في قارة أوروبا هنشوف أهم الجبال اللي بتكون موجودة في قارة أوروبا. هنلاقي عندنا جبال جبال الألب اللي بتكون بتمتد في وسط قارة أوروبا، بتمتد من الغرب إلى الشرق. يبقى جبال الألب بتمتد من الغرب إلى الشرق، وهذه الجبال بتأخذ مسميات مختلفة من دولة لأخرى. يعني هنلاقي جبال الألب بتسمى في دولة إسبانيا بتسمى بجبال البرانس. يبقى جبال الألب اللي بتكون موجودة في شمال إسبانيا بتسمى بجبال البرانس. هنلاقيها أيضا موجودة في شبه جزيرة البلقان اللي بتسمى بجبال الألب الدينارية. طيب بتتميز الجبال بقى في قارة أوروبا، بتتميز بارتفاعها، وإن بتغطي القمم بتاعتها بيغطيها الجليد في الشتاء. وهنلاقي إن بيفصل بينها، هنلاقي بين كل جبل وجبل هنلاقي بيفصل بينه أودية اللي بتجري فيها الأنهار زي نهر الراين ونهر الدانوب. يبقى بتتميز الجبال اللي موجودة في قارة أوروبا بتتميز بارتفاعها، وإن بيغطي قممها الجليد في فصل الشتاء، وبتفصل بينها أودية، يعني بيفصل بين كل جبل وجبل وادي، وبتجري في هذه الأودية الأنهار زي نهر الراين ونهر الدانوب. كمان هنلاقي من أهم الجبال اللي موجودة في قارة أوروبا هنلاقي جبال الألب اللي بتعرف بجبال البرانس في دولة إسبانيا، وبتعرف بجبال الألب الدينارية
في شبه جزيرة البلقان. يبقى ده بالنسبة للجبال في قارة أوروبا. طيب لو اتكلمنا عن أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أوروبا، هنلاقي إن بتمتد في وسط أوروبا من الشرق إلى الغرب. بتمتد في قارة أوروبا من الشرق إلى الغرب. هنلاقي الهضاب وبتقطعها أودية نهرية، وكمان بتجاورها الجبال. طيب من أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أوروبا هنلاقي الميزيتا، هضبة الميزيتا اللي بتكون موجودة في دولة إسبانيا. هضبة الميزيتا اللي بتكون موجودة في دولة إسبانيا وبتشغل معظم دولة إسبانيا. طيب عندنا كمان هضبة فرنسا الوسطى، هضبة فرنسا الوسطى، هضبة فرنسا الوسطى اللي بتقطعها أنهار مهمة مثل نهر السين، مثل نهر السين. طيب دي أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أوروبا. طيب هنتكلم عن السهول. عندنا سهول ساحلية وسهول فيضية. السهول الساحلية اللي بنلاقيها بتمتد على طول سواحل المحيط الأطلنطي، طول سواحل المحيط الأطلنطي، وكمان البحر البلطي وبحر الشمال اللي موجودة في الغرب والشمال الغربي. كمان هنلاقي سهول ساحلية اللي بتمتد على سواحل البحر المتوسط، بتمتد على سواحل البحر المتوسط. طبعا هذه السهول بتتميز باتساعها وتعرجها، ده طبعا ادى الى انشاء المواني بها. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان قارة اوروبا بتتميز بكثرة تعرج سواحلها، ده ادى الى انشاء المواني الطبيعية بها. تاني هنقول اهم السهول الساحلية اللي موجودة في قارة اوروبا. هنقول السهول اللي بتمتد على سواحل المحيط الأطلنطي والبحر البلطي وبحر الشمال، ده في الغرب والشمال الغربي. كمان سواحل البحر المتوسط اللي موجودة في جنوب القارة. طبعا هذه السهول اللي بتتميز باتساعها وتعرجها، ده أدى إلى إنشاء المواني بها، موانئ الطبيعية. طيب من أهم السهول الفيضية هنلاقي السهل الأوروبي العظيم. أهم السهول الفيضية في قارة أوروبا السهل الأوروبي العظيم اللي بيمتد من المحيط الأطلنطي في الغرب إلى جبال الأورال شرقا. يبقى السهل الأوروبي العظيم بيمتد من المحيط الأطلنطي في الغرب إلى جبال الأورال في الشرق. كمان هذا السهل الأوروبي العظيم بيوجد في المدن الأوروبية الرئيسية زي مدينة باريس وبرلين. وبيتكون معظم السهل الأوروبي العظيم بيتكون من رواسب طينية بتمثل تربة جيدة وصالحة للزراعة، كونتها الأنهار. طبعا من أهم هذه الأنهار نهر الفوليجا، أهو نهر الفوليجا موجود في شرق قارة أوروبا، نهر الفوليجا اللي بيصب في بحر قزوين. كمان عندنا نهر الراين، نهر الراين اللي بيصب في بحر الشمال. وعندنا نهر الدانوب، نهر الدانوب اللي بيصب في البحر الأسود. يبقى هنا اتكلمنا عن أهم الجبال والهضاب والسهول اللي موجودة في قارة أوروبا. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن أهم تضاريس قارة آسيا وقارة أوروبا وقارة أفريقيا. بنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل مع بعض أهم تضاريس العالم. هنتكلم بقى عن تضاريس العالم الجديد. تابعوني، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة. كانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.